كي يكونوا عندي لي شوت تاع البقلاوه، الحاجه اللي تجي في بالي هي خبز الباي. هنا حكمت لي شوت اللي كانوا عندي، صفيتهم من العسيله اللي خرجت منهم ورحيتهم وحطيتهم بجيه. خديت 4 حبات تاع بيض، كيلتهم في بول كيما صغير على هذا، يعني خداو لي كيله معمره. ندير كيله تاع بيض، نزيد عليها نص كيله تاع سكر ونقصت منها باش ما يجينيش خبز الباي تاعي حلو بزاف. نضربهم مليح وراح نضيف عليهم كيله تاع لي شوت تاع البقلاوه اللي كنت رحيتهم. تقدروا تعوضوهم بكاوكاو محمص ومرحي يكون شويه خشين. نضرب مليح حتى تتحلي هذيك لي شوت يتحلوا لي مليح. ونزيد عليهم كيله تاع شابلور تكون معمره، عليها قشور تاع قارص الاخضر. من الاحسن يكون قارص الاخضر باش ينكه لنا مليح هذاك خبز الباي. ونزيدو باكي تاع خميره الحلويات، ونخلطوا كامل هذوك المكونات كيف كيف. من بعد في الأخير راح نضيف نص كيلة تاع زبدة، من الأحسن تكون زبدة. ندوبها ونضيفها في الأخير، ونحاول ندخلها في الميلانج تاعي حتى نتحصلوا على قوام يكون شوية ثقيل كيما راكم تشوفوا. إلا جاكم خفيف على هكا، زيدوا شوية لا شابلور ولا 2 مغارف تاع فرينة، هكا باش ما يحبط لكمش كي يكون يطيب. نحطوا الخليط تاعنا في سنيوه تكون مدهونه بالزيت ولا بالزبده، ونسوي لها السطح تاعها مليح ونحطوها طيب. بعد ما تطيب لنا وتحمر لنا تاخذنا تحميره شابه، نخرجوها ونشربوها بشربات تكون بارده وواجده من قبل. شهيه طيبه.